دايما السياسة بتحاول إنها تقنعك، لكن البراندنج بيغيرك خالص. السياسي محتاج خطوات، لكن البراند محتاج لون وشكل. روح لحد عنده برجليك. لكن النهارده بقى مش هنتكلم عن لوجوهات ولا حتى إعلانات، لكن النهارده هنتكلم عن البراندنج أكتر، وهي أخطر أداة في العصر الحديث. زمان كانت السيطرة عن طريق القوة وبعدها الكلام، لكن دلوقتي بالإحساس. والبراند هنا مش بيقولك تعمل إيه، هو بيخليك تحس إن أنت عايز تعمل ده من غير ما يضغط عليك خالص. وأنت طبعا بتبقى فاكر إن أنت بتشتري منتج، بس الحقيقة بقى أنت بتشتري طريقة تفكير أو طريقة لبس أو طريقة كلام، طريقة تبص بيها لنفسك ولغيرك. لكن البراندنج مش بيبيع حاجة، البراندنج هو بيبيع هوية بس. في ناس مثلا بتعرف نفسها عن طريق الموبايل، أو مثلا بالجزمة، أو بالبراند، او تعرف نفسها عن طريق الاكسسوارز. لكن ليه تحس نفسك انك انت اقل منهم، او مثلا مش لابس من البراندات اللي هم بيلبسوها؟ بس عايز اقول لك على حاجه، ده مش صدفه خالص، ده شغل متصمم، في ولاء، في دفاع اعمى، وفي كراهيه لاي حد بره اللعبه. وناس تزعل، ناس تتشتم وتهاجم عشان شركه او منتج، ولا مثلا البراند بقى جزء من شخصيتهم. بس السؤال بقى، ليه البراندنج اخطر من السياسه؟ السياسه ما بتشتغلش غير وقت الانتخابات بس، البراندنج بيكون شغال كل يوم. لكن السياسه بتقسمك، والبراندنج هنا بيعيد تشكيلك تاني. السياسي انت ممكن تفقد الثقه فيه عادي، لكن البراند بتدافع عنه وانت مبتسم جدا. طب بالنسبه للديزاينر او شركات الايجنسي، فين من كل ده؟ الديزاينر مش بريء ولا محايد، لكن لما تصمم هويه، بتزرع فكره وتحرك احساس، ساعتها انت بتشارك في تشكيل سلوك. حتى لو قلت انا بس بعمل شغل، انت برضه كده بتشاركهم. انت هنا مش بتشتري منتج، انت بتشتري نسخه من نفسك حد تاني صممه. وعايز اقول لك على حاجه، بعد الحلقه دي وانت داخل تشتري اي حاجه، دايما اسال نفسك، انت محتاج ده ولا محتاج الاحساس اللي جواه؟ وافتكر كلامي، اخطر سيطره مش اللي تخوفك، لكن اخطر سيطره انها تخليك تحبها.